الف مبروك والحمد لله. الحمد لله المنتخب المغربي يفوز بالكاس عن جداره واستحقاق، واحسن منتخب في الدوره، واحسن هداف والهدف العالمي ديال المليوي. الهدف العالمي ديال المليوي ترى له بركان ديريكت نيروبي ولا ما عارفين، هدف عالمي ما شاء الله. الف مبروك الف مبروك، المنتخب المغربي يفوز باللقب وشكرا ليه. انا ادريكم بعد نقول لكم شكون هو. الف مبروك. المهم المنتخب المغربي ما شاء الله ما شاء الله، يعني فوز باللقب هكا بهذه الطريقه وبمقابله عالميه، ومقابله كانت كبيره يعني في نهائي بحال هكا، يعني ما شاء الله. المنتخب المغربي يفوز عن جداره واستحقاق. المليوي احسن هداف، وهدف يبقى في التاريخ، هدف يبقى له في التاريخ، يعني هو اللي جاب به اللقب. الميري جاب هدف ما شاء الله. الحريمات لعابه كاملين تقاتلوا ما شاء الله. اليوم المنتخب المغربي اثبت للعالم بان الكره المغربيه في طوره، الكره المغربيه في قمه، وافريقيا في قمه اخرى. بلا ما نهضروا على صحافه زيكو، صحافه زيكو فرحوا في الهدف الاول اللي شتاتو مدغشقر، حطيتكم الصوره ديالهم. صحافه زيكو في الهدف ديال التعادل بغاو يفرحوا، ولكن الفرحه لم شوف. صحافه زيكو ما حدكم تابعين، المغرب راه غادي هنا. الاوديسات داو اللقب، السيدات ديال القاعات داو اللقب، وصلوا لا فينال. شوف هذه السنه سنه المنتخب السيدات هو وصل لا فينال، وراكم شوفوا باش ما داش اللقب. اليوم الف مبروك المنتخب المغربي. الف مبروك الشباب المنتخب المغربي مره اخرى الفوز بكاس افريقيا المحليين. وبغيت نبدا لكم بهذا الفيديو ديال هذا الجزائري اللي كيعجبني صراحه، توب اللي في قلبه في لسانه دائما كيهضر على المغرب يعني بكل حياديه، واللي كاين كيقولوا بطريقه زوينه. نشوفوا الاعلام الجزائري والتونسي بعد الفوز المغرب بهذه البطوله، نرجعوا نديروا عليه التعليق نتسكاو. تتويج المنتخب المغربي، شاهدوا كم من لقب تحصل عليه المنتخب المغربي، 1 2 3. شاهدوا كم من نهائي وصل إليه المنتخب، شاهدوا كل هذه التتويجات، كم من نهائي. شيء غريب وغريب جدا. أعطينا صور. آخر تتويج المنتخب المغربي أظهر مرة أخرى أنه الأقوى إفريقيا، فاز تقريبا بكل الألقاب، جائزة أحسن لاعب، جائزة أحسن حارس، جائزة أحسن مدرب، جائزة أحسن فريق، وفاز بالأداء والنتيجة بعد أن سحق الجميع. نمشيو للتتويج، نحكيو على المغرب. هو تتويج تحب تحكي على المغرب كبلاد، المغرب كجامعة، المغرب كمنتخب. الحدث سنوات المغاربة وسود الأطلس، تسح المقارنة مع المنتخب التونسي. تو الناس الكل فرحانين للمغرب، فرحنا برشا، لكن بكل أمانة نجموا نعملوا مقارنة فالور انتراسيك نتاع اللاعبية نتاع مدرب نتاع المغرب ككل، مقارنة تونس بين ملاعبيه، بين ملاعب، بين. مبروك للمنتخب المغربي المحلي نهائي الشان، الفوز باللقب وفوز مبلغ قيمته 3.5 مليون دولار. كما نعرفوا المنتخب المغربي بالله باش نفتح قوس صغير على انسحاب المنتخب التونسي من الشان. علاش؟ خاطر عندي خويا ما حبوش، اما توا الشان لا خويا انا ما تهزليش، هز هذاك وهذاك انا ما تهزلي. معلم كان جات جامعه صحيحه، جامعه قرومه، جامعه عندها الكلمه نتاعها. خويا انا القانون شنو يقول؟ القانون يقول في المسابقات الرسميه عندي الحق في زوز ملاعبيه من كل جمعيه. خويا انا نهز اللي حاجتي به واضرب لي على الطيار. كي تجي تشوف انت اليوم المنتخب المغربي يوصل للنهائي، راهو نتكلم في الكلام هذايا على خاطر عندنا منتخب عادي جدا يوصل للنهائي ويفوز باللقب، ما ثم حتى اشكال. يعني حرمنا رواحنا من 3.5 مليون دولار. وصلنا الاخوان نهايه الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. خليونا الاراء ديالكم على هذا الفيديو كما شفتوا معنا الاعلام الجزائري والتعليق ديالو بعد نهايه البطوله تتويج المغرب. اذا نشوفكم في فيديو جديد، خليت لكم الراحه، تهلاها.